السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخيرة من أجل إقامة هذه البطولة على هذه الأرض. لقد كنت مقتنعا منذ البداية بأننا سنستضيف كأس عالم رائع للغاية هنا في قطر، وما قلته في البداية بأنني عقدت مؤتمرا صحفيا وأنني كنت أدافع عن قطر. لا أحتاج لأن أدافع عن قطر. قطر تستطيع أن تدافع عن نفسها. كنت أتحدث من أعماق قلبي بما أؤمن به، بما هو حق، لأني رأيته على أرض الواقع بأم عيني خلال السنوات الماضية، وقد كنت متأكدا سيكون نجاحا هائلا، وكنت متأكدا بأن الناس ستأتي إلى هنا وسيشهدون بنفسهم كيف يمكن أن يتعرفوا على الإرث الثقافي العظيم والضيافة التي قدموها للناس، كما شعرت أنا. كنت في المنزل، كنت في بيتي في قطر، في بالمجمل في الناس هنا في العالم العربي، الناس سيعرفون ما هو العالم العربي، وهذا بالطبع يمكننا أن نأتي إلى هنا وأن نستمتع وأن نحتفل بصدق. ولهذا كنت متأكدا منذ البداية بأنه سيكون ناجحا. كما تعلم التحديات طول الوقت ويجب أن نواجهها، لكن نحن نتحدث عن كرة القدم. نحن نتحدث عن كرة القدم، وكرة القدم هي الأفضل في الحياة. يعني أنتم واجهتوا الانتقادات، قطر واجهت الانتقادات حتى لحظة ارتداء ميسي للبشت، بعد ما تركوكم في حالكم ولا تركونا في حالنا. البشت القطري. نعم. الناس من قبل انتقدوا، وكان يجب أن يثقفوا أنفسهم وأن يتعلموا وأن يثقفوا أنفسهم فيما يتعلق بمعنى هذه ومعنى البشت بالتأكيد، وهو شرف عظيم لأي شخص. وكرة القدم، وهذا ما نؤمن به، وهذا ما أؤمن به كرئيس للفيفا. كرة القدم تنتمي للعالم كله وللعالم العربي. هذا الأمر سيان للشعوب آسيا وأوروبا، وما يشعر به 2 مليار الذين يتابعون المباراة، وال90,000 مشجع ولاعبين الأرجنتين، وما يشعر به هؤلاء. لقد كانوا فرحين. ما أقوله هو أيضا، وقد قلت ذلك في مؤتمر الأخير، الجميع، كل شخص لديه مواضيعه ومشاكله في البيت، في مكان العمل، مع عائلته ومحيط أصدقائه. ما يريدونه من خلال كرة القدم هو أن ينسوا هذه المشاكل في وقت المباراة، في وقت الاحتفال لهذه 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو 130 أو 40 دقيقة كما رأينا في الفاينل، أن يضعوا مشاكلهم جانبا وأن يتمتعوا ببساطة بالوقت الذي يقضونه ويستمتعون. ولهذا نحن هنا. خلنا نتكلم على الإنجازات العظيمة في البطولة. 172 هدف تم تسجيله في هذه البطولة، قياسا على البطولات السابقة كان الرقم السابق 171. أرقام قياسية في المشاهدة الجماهيرية، حصول قطر على المركز الثالث الآن في عدد حضور الجماهيري في المدرجات. المستوى الفني كيف تقيمه مستر انفانتينو البطولة؟ المستوى الفني من أول مباراة وحتى لحظة الحلم بين الأرجنتين وفرنسا الختامية، المباراة المجنونة. لقد كانت دورة رائعة من منظور رياضي، رائعة من كل وجهات النظر. ببساطة لقد كان أفضل كأس عالم على الإطلاق، وبأفضل نهائي أيضا. كل شيء كان رائعا. إذا كنت قد خططت له مسبقا وأعدته في نص، لم يكن ليحدث بهذه الطريقة. هذا الشيء
كان أمرا رائعا. لقد كانت آلهة كرة القدم تشاهد وتستمتع أيضا، لكن من وجهة نظر رياضية حتى حقيقة أن اللعب في نوفمبر وديسمبر في البداية، في بداية الموسم بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في أوروبا في نهاية المواسم في حزيران وتموز، لقد كان أمرا صعبا بالنسبة لهم بعد أن يخوضوا مباريات للألقاب في الأندية المحلية التي يلعبون بها، وأن يأتوا ليلعبوا كأس العالم. لقد كان متعبا لهم، لكن هذه أول مرة أن يكون كأس العالم لجميع اللاعبين، وكانوا متجهزين، ومدى ما رأيناه في المباراة النهائية، وهي كانت المباراة السابعة لكل الفرق المشاركة، ولقد كان أمرا رائعا. بالطبع الملاعب كانت مجهزة على أكمل وجه وأفضل نوعية، واللاعبين الذين لم يضطروا ليسافروا مسافات طويلة بعد المباريات، وأن يذهبوا فقط ببساطة إلى الفندق وأن يرتاحوا. كل شيء تم إنجازه، وهذا ما علينا فعله، أن نضع اللاعبين وهم نجوم في لعبة في أفضل شروط ليتألقوا، وهذا ما فعلوه. أتكلم على نتائج مجنونة، فرق كبيرة تخرج، نهائي مجنون، نهائي يعني احنا كنا في اللحظات انا كمذيع او كاستديو كنا نجهز لحظات للاحتفال بالفريق الفائز المنتخب الارجنتيني، فاذا بمبابي يخرج فجأة ويعيد الامور من جديد. كان هذا الكلام اذا لو نرسم السيناريو مع بعض مليون مرة ما راح يصير. أتحدث عن نفسي أيضا، لقد حضرت جميع المباريات. حتى أنا سمعت أنه صار عبد الرحمن الجاسم، حتى أنا سمعت أنه صار في مشادة بينك وبين أشرف حكيمي، وفيما بعد خرج واعتذر رسميا. شو اللي حصل في الممر؟ كنا نعرف القصة. أنا أحب أشرف حكيمي بالطبع، إنه لاعب عظيم، ولقد جاء واعتذر عما بدر منه، وكان رائعا. وفي خضم المباراة يمكنك أن تقول أشياء لا ترغب بقولها، كان يهدف أن يقول شيئا عن الحكم، لكنني أعتقد يجب أن نركز أفضل على الأداء الرائع للمغرب. المغرب لعبت بشكل عظيم، كرة قدم عظيمة للغاية، ويجب أن نثني على أداء الفريق المغربي، حكيمي، زياش، كلهم. المدرب مدرب شاب، مدرب رائع، وأن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة، دفاع قوي وحارس مرمى رائع. بونو مثلوا قارتين، لأنهم يمثلون العالم العربي ويمثلون قارة أفريقيا، وتأهلوا لنصف النهائي. والبعض كان يقول كان أمرا مفاجئا. هذا مفاجئا، ربما كان مفاجئا، لكن إذا لا تنظر إلى سير اللاعبين وسيرة المدرب وتشاهد بعض المبارياتهم السابقة، وإذا لا تعرف ما يعني الجمهور المغربي، كان اللاعب الثاني عشر للفريق. لا علينا أن نثني على أداء المغرب، ويجب أن نثني على الفريق كله، المشجعين أيضا، المشجعين المغرب الذين كانوا رائعين كذلك. والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع بغض النظر عن الجنسية، لأنهم كانوا يرون المغرب الفريق. كرواتيا كانت ليست بلدا كبيرا، لكنها بلد وصلت للنهائي قبل 4 سنوات، وتعرف عن كرواتيا. المغرب أيضا
لقد لامست قلوبنا وأسرت قلوبنا وكل العالم. بما قد تكلمنا عن طاري المنتخب المغربي، المغرب قدموا مباريات عظيمة، تصدروا مجموعتهم، أحرجوا الكبار كلهم وكانوا يستحقون ذلك، والدليل وصولهم المركز الرابع على مستوى العالم. المنتخب التونسي فاز على منتخب حامل اللقب المنتخب الفرنسي، المنتخب السعودي فاز على المنتخب الأرجنتيني، وعفوا يعني مش اللي الفوز والله اللي الواحد يقول بالحظ، لا، فوز بكل معنى الكلمة، يعني بحق، باستحقاق. مكتسبات نعتبرها؟ لا أعتقد بأنها بذلوا كل ما بوسعهم، لا أعتقد. لقد أبلوا بلاء حسنا، لكنهم وصلوا إلى ما يستحقونه. السعودية بعد الفوز ضد الأرجنتين كانت مباراة صعبة، كانت أول مباراة للأرجنتين ولم تضمن التأهل بعد، والأرجنتين لعبوا بشكل قوي أيضا. السعودية غلبت الأرجنتين، وفي المباراة الثانية ضد بولندا لقد لعبوا بشكل جيد للغاية في مناسبات عديدة، لكنهم كانوا غير محظوظين، والأمر حصل مع تونس وفي النهاية فقدوا القليل. وأعتقد وهذا من خلال خبرتي في السنة الماضية عندما تنظم بطولة العرب، أعتقد بأن كرة القدم العربية سواء في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط هي من كرات القدم التي في تطور مستمر وستبهرنا في المستقبل. وعندما نرى العاطفة التي تجتاح المنطقة باتجاه كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترى المواهب الموجودة هناك أيضا، أعتقد قطر بطل آسيا، لكن للأسف في هذه النسخة كان الأداء لم بمستوى كأس آسيا. لكن عندما في كأس آسيا عليك أن تكون متميزا في لعبك. لقد رأينا السعودية، تونس، المغرب، الجزائر لم تكن حاضرة، مصر لم تكن هنا، لم يتأهلوا للأسف، لكنهم لاعبون مميزون وهم لاعبون على مستوى عالمي. لذا فإنني أعتقد بأن مستقبل كرة القدم سيتحدث اللغة العربية إن شاء الله. شكرا أن أنتم حطيتوا اللغة العربية من ضمن اللغات المعتمدة الآن في الفيفا، وهذا شيء طيب يحسب.